بعد ملاحقات طويلة، تمكن الأمن الوطني من الإطاحة ببارون المخدرات الخطير موسى زغنغن. فقد نجحت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للأمن الوطني بالرباط وبتنسيق محكم مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح يوم 30 من شتنبر في تنفيذ عملية نوعية بمدينة سلة انتهت بتوقيف المبحوث عنه. وأفادت مصادر أمنية أن العملية جاءت بناء على معلومات دقيقة مكنت من تحديد مكان اختباء المشتبه فيه، الذي كان موضوع عشرات مذكرات البحث الوطنية في قضايا الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتصفية الحسابات باستعمال السلاح الناري، إضافة إلى نشاطه في شبكات الاتجار بالبشر. ويذكر أن اسم موسى فلوكون ارتبط مؤخرا بحفل زفاف مثير للجدل أقيم بمدينة زغنغن خلال شهر غشة الماضي، والذي شهد أحداثا إجرامية خطيرة خضعت لتحقيق قضائي، ما دفع المعني بالأمر إلى الفرار والتواري عن الأنظار قبل أن يقع أخيرا في قبضة الأمن. وتشير قاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم وطنيا إلى أن الموقوف مطلوب للعدالة في 51 قضية مختلفة تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة والاتجار بالبشر والتهديد باستعمال السلاح الناري، فضلا عن ارتباطه بشبكات إجرامية منظمة. وقد أمرت النيابة العامة المختصة بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار تعميق البحث معه حول كافة الأنشطة الإجرامية المنسوبة إليه والكشف عن امتداد علاقاته بالشبكات المتورطة في الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.